قوتابیانی خۆشەویست ئەمڕۆ دەرسێکی بەباز دەکەین لە دەرسەکانی عەربی پۆلی 12 ئەویش ناوی مەفعول لأجلیه. من مامۆستا مەریوان ئیسماعیل جەمیل لە قوتابخانەی ڕۆژاکی نمونەیی سیستەمی ئینگلیزی هەڵگری بڕوانامەی ماستەرم لەو مەنهەجە نوێیە. ئەو مۆزوعانە زۆر مۆزوعی ئاسانن و زۆر بە ئاسانی باز دەکەین و تیشی دەخینە سەر ئەو خاڵانی کە زۆر لە قوتابیەکان کێشیان لەگەڵ هەیە و بەیەکەوە محاول دەکەین تەمارینەکانیش حەل بکەین و ئەو سوالانی کە لە بەکەلۆری هاتیتەوە و چەند سوالێکی دیکەش لەگەڵدا حەل دەکەین. ئێستا دەینە تعریفی مفعول لأجله. ما هو تعريف المفعول لأجله؟ المفعول لأجله اسم يذكر لبيان سبب وقوع الفعل. هذا هو التعريف، اسم يذكر لبيان سبب وقوع الفعل، بحيث يكون جواب أو تعريف أو بناسة دبيه قطابي لبريب كاتن وبناسته وكو بارصال لامتحان هاتي توا، بحيث أو بزرون كرنويا بحيث يكون جوابا لسؤال يبدأ لماذا. مثلا نقول درس الطالب خوفا من والده. جيد، درس الطالب خوفا من والده لم رستيا مفعول به كاميان هوا. إذا سألنا السؤال لماذا درس الطالب؟ لماذا درس الطالب؟ طيب بس عندي الجواب سيكون خوفا. إذا كلمة خوفا مفعول لأجله. جيد، كيف عرفنا؟ لأنه جواب لماذا. وكذلك اسم بس ثاني من اسمه دبنين تنوين فتحي للسر، تنوين فتحة للسر وشقبو أمشيا اسمه فعل نيا. اسم يذكر لبيان سبب وقوع الفعل. مفعول لأجله يقع إعرابه أوش مفعول لأجله منصوب علامة النصب الفتحة. سيدا كان فتحة شيء للسر كواتا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طبعا هل أو إعرابه زيادتي نيا. رستش ديكا وقف الولد احتراما للمعلم. جيد، وقف الولد احترام للمعلم. إذا سألنا السؤال لماذا وقف الطالب؟ طبعا أو بسارة هر لم يشخو ما ذيكين هم زاري بسارة كنا نسينوا بلام هر بيزانا لماذا وقف الطالب لبرس أو الولد عفوا الولد. لماذا وقف الولد لبرس راوستا احتراما. إذا كلمة احتراما مفعول لأجله. لاحظ كلمة احتراما مفعول لأجله منصوب فتحة شيل السرى بوزانيمان كمفعول لأجله. سافرت جملة أخرى، سافرت طلبا للعلم. جيد، لماذا سافرت؟ سافرت طلبا للعلم. إذا كلمة طلبا مفعول لأجله. هل كلمة طلبا مرفوعة منصوبة مجرور؟ مرفوعة يا منصوبة يا مجرورة؟ منصوبة أو تفتحي للسرة، تنوين فتحي للسرة كواتا مفعول لأجله منصوبة. أجر سيري أو وشان بكين خوفا احتراما طلبا. هل هذه الكلمات يمكن أن نشاهدها دتوانين بيبينين يعني بوني بكين يعني تامي بكين يعني دستي يبدين؟ لا. إذا هذه يسمى مصادر قلبية، مصدر قلبي. إذا ما معنى المصدر القلبي؟ سنكتب تعريفا للمصدر القلبي. المصدر القلبي تعريف كي طبعا فيزناك لبركي. المصدر القلبي
ما كان مصدرا، ما كان أو ما نفينيا وتنفيناكات، يعني نبي مصدرك ما كان مصدرا لفعل من الأفعال التي منشأها الحواس الباطنية، واتا نا دتواني بيبيني، نا دتواني بوني بكي، نا دتواني يعني بيبيني وكتسي أو شانا خوفا، احتراما، طلبا، سعيا. كلمة توددا، فرحا، حزنا، خشية. هناك كلمات كثيرة للمفعول لأجله، يعني وشي زور مان هي لبو مفعول لأجله بلام هولدين بس أو شانا أو لنا كتاب هي أوانا لبربكا أجرنا تتواني مثلا بسطان كلمة بنسمي بلام آية كتابين تتواني صد كلمة لبركاتن بيجمان ناتواني لبركا لبروي زحمته أو تنها أو شانا لبركا كلنا كتاب هي مثلا هيتمان اطمئنانا مثلا كلمة اتقاء، شفقة، أو أنا هي لنا كتاب اتقاء، شفقة تنها أو شان لبركة كلنا كتاب دا هيا. إذا مفعول لأجله قلنا اسم يذكر لبيان سبب وقوع الفعل بحيث يكون جوابا للسؤال يبدأ بلماذا، والمصدر القلبي ما كان مصدر لفعل من الأفعال التي منشأها الحواس الباطنية وكو خوفا، احتراما، طلبا، سعيا، توددا، فرحا، حزنا، خشية، اطمئنانا، اتقاء إلى آخره. الآن نكتب شروط نصب المفعول لأجله. شروط، ما هي شروط نصب المفعول لأجله؟ شروط نصب أو شروط المفعول لأجله، نكتب شروط مفعول لأجله، شروط المفعول لأجله. جيد. ما هي شروط مفعول لأجله؟ أولا أن يكون منصوبا، هذا الشرط الأول. ثانيا أن يكون مصدرا قلبيا. ثالثا أن يكون متحدا مع الفعل في الفاعل. ونقطة أخيرة رابعا أن يكون متحدا مع الفعل في الزمن. إذا لدينا 4 شروط لنصب لمفعول لأجله. أولا أن يكون منصوبا، أن يكون مصدرا قلبيا، أن يكون متحدا مع الفعل في الفاعل، وكذلك أن يكون متحدا مع الفعل في الزمن. ما معنى هذه الشروط أو كيف نطبق هذه الشروط؟ مثلا نقول بكت الأم خوفا أو حزنا لفراق ولدها. بكت الأم حزنا، لاحظ هذه الجملة، على فراق ولدها. جيد. بكت الأم حزنا على فراق ولدها. جيد. إذا سألنا السؤال قلنا من التي بكت لم رفيدا تشي قريايا أو كسيك قريايا تشي. بالتأكيد الجواب ستكون ماذا؟ الأم. ذلك كقريايا الأم. جيد. سؤال آخر، من التي حزنت؟ تشيدلي عادز بوا من التي حزنت؟ جيد. إذا سألنا السؤال آخر متى بكت الأم؟ ذلك كي قريا سكاتك بو. إما أن يكون ماضي أو حاضر أو مستقبل. لدينا ماضي،
حاضر مستقبل. سيري فعلك بكين بكت فعل ماضي إذا في الزمن الماضي، والحزن أيضا في الماضي. هل هناك زمن آخر هنا؟ يعني قلتي حزنت غدا، بعد يوم، بعد دقيقة، بعد ساعة، نخير كواتا بكت الأم في الزمن الماضي. جيد. سؤال آخر، متى حزنت الأم؟ كي دايك كدري عادز به الماضي. جيد. إذا نلاحظ هذه الشروط هل موجودة في هذه الجملة أم لا؟ إذا كانت موجودة فهذا يعني أن الجملة صحيحة وأن هذه مفعول لأجله. لماذا بكت الأم؟ حزنا على فراق ولدها. حزنا على فراق ولدها. جيد. حزنا هل مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ مرفوع ضمير السلام، منصوب فتحية، مجرور كسرية. كما يعني نلاحظ منصوب. إذا الشرط الأول موجود أن يكون منصوبا. ثانيا أن يكون مصدرا قلب. حزن هل يمكن أن نشاهد الحزن؟ ذكر يكدري عادس ببينين نخير. إذا هذا مصدر قلبي. ثالثا أن يكون متحدا مع الفعل في الفاعل. أين الفاعل في هذه الجملة؟ بكت أو فعلك يا أوش مفعول لأجله سيرك. من التي بكت؟ طيب خوشت شيء قريالي الأم. ومن التي حزنت؟ هر الأم. كواتا فاعلي أو فعلا أو فعلي أنزام ده أو مفعول لأجله أنزام ده هر كسا. إذا متحد وتيقرا لغير فعل مفعول لأجلك لفاعل ده. متى حزنت الأم ومتى بكت الأم في الماضي. أيضا يكون متحدا في الزمن. يك زمن يعني هو كان لماضي رويدا هم فعلك وهم مفعول لأجلك لماضي رويدا. كواتا حزنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أجر بقرينه الجملة كاني في شو تجزان أو شروطاني تداب ويانا. درس الطالب خوفا من المعلم. من الذي درس؟ من الذي درس؟ شيخ ينديتي الطالب. ومن الذي خاف؟ شيخ الساعة هر الطالب. متى درس الطالب؟ سيرك فعلك ماضية أنيتو بيونيا. ما دام أنيتو بيونيا كواتا مضارعنية. فعلك ماضية إذا درس في الماضي. وخوفا متى خاف؟ في الماضي. إذا متحد مع الفعل في الزمن وكذلك في الفاعل. وكلمة خوفا منصوب وكلمة خوفا مفعول لأنه مصدر قلبي أيضا. إذا هذه الشروط يجب أن تحفظها. إذا فقد الجملة شرطا من هذه الشروط لا يكون مفعول لأجله. مثلا على سبيل المثال نقول جاء الفلاح لحراثة الأرض. ما معنى حراثة؟ حراثة وتتشلان. بزانين أو شروطاني تدايانا. أولا أن يكون منصوبا. آية منصوبة نخير أو منصوبنية مجرورة كسرية كواتا شرط يكمي تدانبو. أن يكون مصدرا قلبيا. حراثة تشيلان مصدر قلبيا نخير تشيلان أو دبينين تراكتورة وعردة زي كده تشيلي كواتا مصدر قلبينيا. ماذا مصدر قلبينيا؟ كواتا نبو مفعول لدز دا هر كاتك شرطك لدز بدات يكسر دي كاتك كسرة. زانا لام حرف جر هاتي تبيشي. لام حرف جر هاتي تبيشي أوي بشتي دبتا سي دبتا مجرور. جملة أخرى مثلا جاء خالد لأمر المعلم إياه. سيري أنزل ليبكا. جاء خالد لأمر المعلم إياه. من الذي جاء؟ شيء هاتيا؟ خالد هاتيا. إذا خالد فاعلي جاء. المعلم فاعل شيء أمركيا. إذا سن فاعل هي ليركوانا دو فاعل هي. خالد لغير معلم. خالد هاتيا لبرو مامستا أمري بيكريا كواتا دو فاعل هي ليرانا لبرهند نبتا مفعول لأجله. كواتا هر شرطة شي لدز دالوانا نابتا مفعول لأجله. مثلا جملة شدي كبينينو نبتا منصوب. وقف الطالب
لاحترام المعلمين. لاحظ هذه الجملة، كلمة احترام مصدر قلبية يك فاعل الشيء طالبك راوسته وطالبكش احترامي قلتيا يك زمن الشيء كهور كان ماضية بلا مشكلة عن سيلر كوانا نبويت منصوب زانا لام حرف جرها تبش هر سيد كهر شرطة شيء لدزدا يكسر ديكاتا كسرة لبروي زور زاران قطاي مثلا لم جملة دريتن لبروي كسرة لبرهندي نبيت مفعول لأجلي نخير السبب كان ديكي هي هر كاتك شرطة شيء لدزدا نابت مفعول لأجله. باش استاكا قاعدة دي كمان هي يجوز تقديم المفعول لأجله على فعله. يجوز تقديم مفعول لأجله على فعله واتا ذكري أما مفعول لأجله كا ذكريت مفعول لأجله كا وبيش فعلك بكوي هيت كيشك رونادات. يجوز ما معنى يجوز؟ يجوز يعني ذكريت وشجت كه بكار يجب واته هر دبيت بپیش كوي بلام آگادار با يجوز تنها يجوز دبيت. يجوز تقديم المفعول لأجله على شيء على فعله. مثلا نقول سافرت إلى فرنسا طلبا للعلم. سافرت إلى فرنسا طلبا للعلم، أين المفعول لأجله؟ طلبا أو مفعول لأجله يكيا أو مفعول لأجله. أين الفعل؟ أين الفعل؟ سافرت، هذا هو الفعل. جيد. ذكريت أما مفعول لأجليك بين بيش فعلك واتا لا مفعول لأجليك حرب هموي ديتا بيش فعلك. يعني نقول طلبا للعلم سافرت إلى فرنسا. طلبا للعلم سافرت إلى فرنسا. أين المفعول لأجله؟ طلبا مفعول لأجله منصوب، ويجوز أن نقول مفعول لأجله مقدم أيضا. أقر الامتحان هاتوا مثلا دوها البجارين دائما مفعول لأجله أيام مفعول لأجله مقدمك هل بجارين دبرون ليرم بيشكتها منصوب. أين الفعل؟ سافرت أو فعلك يعني. إذا يجوز تقديم مفعول لأجله على فعله. مثلا جملة أخرى نصبوا تمثاله تخليدا لذكراه. أين المفعول لأجله؟ طيب خوشويست مفعول لأجله كما هو تخليدا. نصبوا تمثاله تخليدا لذكراه. تخليدا مفعول لأجله أين الفعل؟ هذا هو الفعل. يجوز أن نقول تخليدا لذكراه نصبوا تمثاله. جيد. إذن يجوز تقديم مفعول لأجله على فعله. لدينا قاعدة أخرى مثلا نقول يجوز أن يكون هناك مفعولين لأجله في جملة واحدة. يعني ذكريت دو مفعول لأجله ليقر الصدى هبتا. يجوز يجوز أن يكون مفعولين لأجله في جملة واحدة. ذكرت دو مفعول لأجله يجزم لدى هبل يقر الصدى هبتا. مثلا يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا. أين المفعول لأجله؟ حزنا هوا حركاتك ديتت مفعول لأجله يكهبو
حرف عطفي لبشتيبو واو حرف عطفة كلمة يشتكل دواي هاد أيش منصوبو تأكيد بأوشان مفعول لأجله كواتو مفعول لأجله كم أوشان دبت مفعول لأجله دوم يعني دو مفعول لأجله لم رستيدا هيا لبروي لواني الامتحان بيتوا كم مفعول لأجله في هذه الجملة دلين دو يعني أين المفعول لأجله في هذه الجملة يعني فرحا يعني حزنا وفرحا لو كاتلين حزنا وفرحا هوا مثلا جملة أخرى من صام رمضان من صام رمضان إيمانا لاحظ إيمانا أو مفعول لأجله واحتسابا إذا إيمانا كلمة إيمانا زانا واو هي حرف عطف كواتا أو لدواي وجدي أو شان هر مفعول لأجله كواتا ذكريت دو مفعول لأجله ليقر الصدى هبيتن استادين قطعي خوش كو مفعول لأجله بناسينو بزور بخيراي يعني يكسر بلين أو مفعول لأجله كيا بآساني ببينينو طبعا دبي هر چار شروطي تيدابي بلان زاري واهي قطعي لتواني دانية لو رستي أو بتواني تن هر چار شروط تطبيق بكاتن بتواني أو چار شروط منصوبة كيف دبيندريتو بآساني تزاني أو فتحيا بلان زاري واهي دبيني دو سي فتحة هي لنا يقرستا كامان هوا نازانيتن لواني معناه وشكش نزانيتن او شي معناه سيا وتمان اواني كتاب لبركا لواني احتمال زوري هر اي كتاب بتوا بلام اواني لواني بي تطبيق نكري استاكا سن شروطك دنسينوا اگر تمشي او رستانه بكين بيش او رشكينوا سهل دواء مفعول لاجليك طلبا للعلم جار ومجرور هي إركانا تخليدا لذكراه لام حرف جرى ذكراه اسم مجرورة سيري أمر استيبك حزنا على كواتا سهيا بزوري لدواي مفعول لأجله جار ومجرور كواتا يكلا أو كان بيدي ناسينوا لدواي مفعول لأجله عادة يعني جار ومجرور هي بلا مرزجني هم زارك استاكا دنسينوا قطعي خوشويز استاكش دين او زوركان دنسينو بس دي ناسينو يكسر بناسينو لواني قلت ما شرطه كان ما بيطبق نكريتن كيفية التعرف على المفعول لأجله باش اولا ضلين في كثير من الأحيان يأتي كقلت ما في كثير من الأحيان يعني زور زار واتا زور زاران أوديتا يأتي بعد المفعول لأجله جار ومجرور واتا زور زاران لدواي مفعول لأجله جار ومجرور أديتا هر وكو أو رستاني بيشوتريش نسيمانوا مثلا دلين وقف أو ذهب المعلم طلبا للراحة لاحظ ذهب المعلم طلبا للراحة أو مفعول لأجله يكسر تأكيد من استأوان هوا لبرتسي فتحي للسرع لدواي جار ومجرور هاتيا تأكيد من استاكا أويان مفعول لأجله كيا واتا أودي ثمانو مفعول لأجله سيري همو رستكاني ناو كتابش بكا سيري أو رستانك كما مصرف بتنسي الزوريان لدواي مفعول لأجله سدية جار ومجرور أخالي دوام دلين في بعض الأحيان واتا لوي كمتر في بعض الأحيان يأتي المفعول لأجله مضاف تيام واتا يكون على المفعول لأجله فتحة واحدة يك فتحة هي لو حالتا زور زاران نظهر هم زارك سهيا تنوين فتحة هي بلام دير قانا فتحة واحدة وبعده سهيا جار عفوا وبعده كسرة وبعده كسرة زانا فتحة شي للسرة أو يديكش كسرة
مثلا جملة أو آية تمان هي لكتابش هي ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا أولادكم خشية بزان يك فتحة إملاق زانا أو بسمان مضافة كبو واتا يك فتحة للسرا يك فتحة لدوايبيش تنوين كسرة هيا بدل ثيابه حالا ها بستشكش معنى الكتاب دل بدل ثيابه حالا اتقاء المرض زانا فتحك هي او دوايش كسر ديتن يعني يكسر زانم او مفعول ليش اگر بر زانم اتقاء معناه يعني نزانم بس دينا اسمه زور بي او كتاب السرو داندرا كزياتر بناسينوا بناسرتوا ثالثا قليلا ما ياتي يعني زور بكمي او يعني زور بكمي قليلا ما ياتي المفعول لاجله لشين درده في نهاية الجملة لكوتاير استدي هندك زاران اوج بكمي مفعول لاجله لكوتاير استدي وكل كتاب جملة كمان هي ضلت سمعت نشيد وطني فوقفت احتراما زانا أين المفعول لأجله نا كلمة كمان هي فتحة للسربي بشتي جار مجرور بي نا فتحة وبشتي شي كسر مان هي بلام نسمان هي لآخري وشكا هي لآخر رستك هي أو يعني دبيتا مفعول لأجله منصوب أبو سير رقاء دي ناسيو رقاء سارة بشمان هي أو تنها لبقتاي بزيرك أو زور زيرك بيتن اما اگر لبی تعمل اولی درسك گوتمان مفعول لاجل مصدره ما دام مصدره كواتا دكريت بوزن كان بناسينوا اما تنوع مصدر مان هي مصدر مؤول مان هي مصدر صريح مان هي مصدر صريح يان سي حرفيه ثلاثيه يان رباعيه يان خماسيه يان سداسيه ثلاثيه كان گوتمان سماعيه دبي الى جي ليبيتن قاعده هي بنا زور دو ريند السماعيه صار حرفي صار قاعده هي اگر افعل بدبتا مصدر كي افعال فعل تفعيل فاعل فعال ومفاعله فعل لج دبيتا فعلت اگر بينس حرفي جبو يان بتا دس بيدك مصدرك يان بهمزه اگر بتا دستي بيكر حرفي بيش اخيري دكينا ضمه وكو تعارف تعارف تعادل تعادل تقابل تقابل اگر بهمزه دستي بيكر بو انصرف انصراف واتا سيف حرف دكينا كسرو الف قبل بيش اخيري اگر شش حرف يجبو تنها بهمزه دست بيدكاتن سيف حرف كسرو الف بيش اخيري وكو قاعده بينس حرفي سيري او شان بكين اواني ك تازه هاتبويان اواني ك بيشتر نسيب مان مثلا خلد تخليد زانا او اصلي خود سبوا استوى تخليد مصدره او يعني مصدره فعل كيت سبوا خلد فعل سن حرفه يك دو سي صار حرف فعل دبت التفعيل كواتا اگر لير كان يعني تسنير رقامان دايه لو اني لرستك دو كلمه تدا هي فتحي للسرو بشتي جار مجروره او ند ناسيوا بيد نكره قاعده كتطبيق كي كواتا بوزنك هر دبي بيناسيو يعني بهز نوع نابي كتابي لير كان لو موضوعيه هلا بكات بهز نوعات مثلا اتقاء زانا احترام اگر نش زانم احترام معناه تسيا ده زانم لا احترم هاتي يك دو سي صار بينس حرفه دبي سيم حرف كسره بي الفك بيش اخيري ده بتسي استوى فعله مصدر احترم تسيا احترام سيم حرف كسره الفك بيش اخيري تأكيد اوان مفعول لاجليه كيف لبروي بوزنكي ناسيمو كواتا نابي بهيز نوع عقليت قطار بي استعداد تنها سي حرفي كان لوانيا اگر ليت هلا بيتن اوانيش تسنوشك اينا وكتابه لبركه
قوتابی يعني خۆشەویست لێرەشدا هاتنە کۆتایی ئەو دەرسە ئێستا کەش دێن تەمرینەکان حەل دەکەین. قوتمان مفعول لأجله اسم يذكر لبيان سبب وقوع الفعل، وقاعدة أو شروط المفعول لأجله أن يكون منصوبا، أن يكون مصدرا قلبيا، أن يكون متحدا مع الفعل في الفاعل، وأن يكون متحدا مع الفعل في الزمن. وكذلك قلنا قاعدة أخرى يجوز تقديم المفعول لأجله على فعله، وتذكري مفعول لأجله ببيش فعل كشف كيوتن، ويجب أن يكون المفعول لأجله مصدر قلبي. وقلنا المصادر القلبية الموجودة في الكتاب قم بحفظها هروانا لبركة، بس زيادة أجر بيش لبردكري لبخود دتواني لبري بكي. وقلنا كذلك كيفية التعرف على المفعول لأجله، إما أن يكون بعده جار ومجرور، أو أن يأتي بعده أن يكون مضافا يكون عليه فتحة وبعده كسرة، أو يكون في نهاية الكلمة، أو الطريقة الرابعة قلنا لطلاب الأذكياء عن طريق وزن المصدر. الآن سنأتي إلى حل التمارين الموجودة في الكتاب وبعض الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، وكذلك سنحاول الأسئلة التي جاءت في البكالوريا. يعني خوشویست ئێستا کەش تەمرینەکانی کتاب حەل دەکەین لەگەر چەند پرسیارێکی دیکە لەگەر ئەو پرسیارانەی کە لە وەزاری پارساڵ هاتیتەوە. أنجز ما يأتي أضع خطا تحت المفعول لأجله، وتتنهى أو مفعول لأجله خطأ البجر ده بين ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. سيركا خشية إملاق فتحي لسرا لدواويش كسرها كواتا خشية أو مفعول لأجله كيا. زرت المريض اطمئنانا عليه، بزانا زرت المريض اطمئنانا عليه، اطمئنانا هوا لبرتي لبروي سير دكين عليه جار مجرور لدوايها وتنوين فتحي للسرا، والمريضة نابي هوي بهيد شويك لبرتي لبروي المريضة لوانية قطابيها بلفتحي للسرا بلام ألف لام بيوين مفعول لأجله دبي وشيك بنكرة بالنابي مفعول لأجله ألف لام بيوي بهيد شويك. نصبوا تمثاله في الساحة تخليدا لذكراه، بزانا خلد تخليدا، تخليدا تنوين فتحها واروها جار مجرور الشيء لدواياتها كواتا أويان مفعول لأجله كيا. يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. سيرك لا حزنا ولا فرحا وكنت باسمان كرد لا شرح واو هي حرب عطف كواتا هوركيان هر هون. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. سيرك أمر استي لو لا يدو أو سري تمشارك هيتيان فتحي للسرنية كواتا زور بأساين الزانين مخافة هوا بس مخافة فتحي للسرة وأوي دوايوش كسرية أقل بابلين لو حالته أو شيء مخافة نما زاني معناتها هر ديناسينوا. سير تمريني دهاتو دكين فرعي با أملأ الفراغ بمفعول لأجله مناسب لسياق الجملة. بكت الأم فراغ على فراق ولدها. لواني ألو شيء بسيارة نتواني بينه لبكالوريا بلكو تنها وكو رستا بيزانا يعني سنزارك بيخينوا هر استفادة لركي. بكت الأم حزنا على فراق ولدها دشكري بيتوا بليتن بكت الأم فراغ على فراق ولدها بلي حزنا يعني حزن يعني حزن وكما أو فتحك هلا بجيرين. سافرت إلى فرنسا طلبا للعلم. جمعت المال في شبابي خوفا من الحاجة في شيخوختي. واتبارك ودكاتو لجنزي لترسيوي بيري بيست بيهبي. سمعت نشيد وطن بزانا سيرك حزنا على جار مجرور هي لدواي طلبا للعلم خوفا من الحاجة. رستي أويتر سمعت نشيد وطني فوقفت بزانا كتيتا كوتاي رستكا كواتا سمعت نشيد وطني فوقفت احتراما أويان هوا. لا أحب أن تساعدني بزانا علي على حرف جراء ياك تبتا مجرور شفقة علي. قام أعضاء فريقنا ببعض التمارين الرياضية الخفيفة فراغ للمباراة الحاسمة استعدادا. أو رستانات سنزارك بيخينا وبلا فكر بمينيتوا لواني زور زاران لبكالوريا جملة كتاب ديتوا نوك جملة شديكا يعني زور زاران احتمالي وايا
لبروي كتاب لا هم كتاب يعني بلا ملزمي ما مستعد شيء دياري كلاو تنها لا كتاب كان خوي هي وركب جملة فيها مفعول لأجلي هل رستيق بنسي أواني لشرح كان لواني الكتابة توقفت احتراما لك. أضع دائرة حول المفعول لأجلي فيما يأتي. أول مفعول لأجلي هي خطي بجير دادين بزانا ليك وأنا حتى نوع رستكانش قرستر دكتوب بزانا لا رستي كم مبللا مرتجفا بدل حالا أو أنا همي فتحي للسرع بلام دبي بين بزانين شروط كان تواطر بخكين وبزانين يان فتحة بشتي كسرة يان جار مجرور لدواه لوان يبلين مبللا بكامله أو يان هوبيتا احتمالي هي هوبي لبرويك جار مجرور لدواهاتيا بلام مبللا مصدري تن مبللا يك دو سيت سار بينس حرفات مشاركة ميم مضمون فتح ما قبل الأخيرة كواتا هونية ميم مضمون فتح ما قبل الأخيرة اسم موضوع كوا اسم مفعولة مرتجفا ميم مضمون زانا مرتجف كسر ما قبل الأخير كواتا وش هونية موضوع كي أو اسم فاعلة فبدل ثيابه حالا اتقاء المرض أقرب لين حالا هوا لدواوي نجار مجرور هاتيا كسر هاتيا ونلكوتاي شكواتاي بهز زورك هونيا كواتا كان هوا اتقاء المرض أو بارصل هاتبوا لا تقترب مني توددا إلي فقد نفرت منك نفورا لا يزول إلا حين تحسن سلوكك احتراما لنفسك سيدك ليركوانا وشيء توددا سن حرفا يك دو سي تار بينس حرفا بتاء جلستي بيكديا بيش أخير كريتا ضموك تعارف توددا إلي لدواء جار مجرى كانت إسا تأكيد أو توددا هوا وأويدكش احتراما وشيء احتراما أو ديارة هم دزانا مفعول لأجله منصوب شو لدواء جار مجرى هاتي قال الفيل للعصفور وهو يتمال في مشيته غرورا لقد فعلت هذا احتقارا لاحظ احتقر احتقارا. رقم 2 أركب جملة فيها مفعول لأجله ذهبت خوفا من والدي يعني هل رستت شيء أواني بيشوته طيب يعني خوشيز استادين عندك لتمرين بساري ديكا حلكين تخيل الإجابة الصحيحة وكو دلين هالبجاردنا بزانين أو زورة تمرينانش هابتن المفعول لأجله فعل ظرف حرف مصدر المفعول لأجله مصدر مرفوع منصوب مجرور مجزوم منصوب أو أوصل لامتحان تمهيدي هاتوا المفعول لأجله يبين سبب وقوع الفعل زانهم بيناسكي كرايته البجاردن المفعول لأجله جواب للسؤال يبدأ ب لماذا المفعول لأجله أمام بارسل هاتوا سبب وقوع الفعل أو شهر بيناسكيا من شروط نصب المفعول لأجله تار شرط ما نبو أن يكون مصدرا أن يكون فعلا أن يكون ظرفا أن يكون حرفا بالتأكيد أن يكون مصدرا من شروط المفعول لأجله أن يكون المصدر ماديا قلبيا عينيا أو حركيا بالتأكيد قلبيا. أسئلة أخرى أن يكون المصدر القلبي متحدا مع الفعل في ماذا المكان والفاعل أو الزمان وفي الفاعل والمفعول لا الزمان والفاعل. فراغ تقديم المفعول ليجري على فعله ليكو أنا دا بسيار لقاعدة كذا كاتن نقول يجوز تقديم أو قاعدانا لبركي لبروي احتمالي هاتنوي هيا يجوز تقديم مفعول لأجله على فعله. جئت لحراثة الأرض مع أن حرث مصدر وجاء لبيان سبب وقوع هرتسن ده حرث مصدرشا لبيان سبب وقوع الفعلشا بلام نبيت مفعول لأجله برتسي لأنه ليس مصدرا قلبيا. يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا كعاشق خط سطرا في الهواء ومحى أو رصدي كتابة الشعر كتابة. كم مفعول لأجله في هذا البيت سن مفعول لأجله دو. جاء خالد لإكرام علي له لماذا لا تعد لإكرام مفعول لأجله لبرتين مفعول لأجله لبروي خالد فاعلي جاء وعلي فاعلي إكرامه كواتا لم يتحد مع الفعل في الفاعل. باش استا متابعان دين أسئلة وزاري أو بارسال هاتي تولد 2016 وحفظه. دخل أخي إلى البيت مبللا بكامله مرتجفا أو رستخي كتاب زانا قلت ما رستخي كتاب احتمالي ذات هي
بێتەوە کامە لەوانە هەوا تەماشا دەکەین چار وشەی هەڵبژاردە هەر چاری فەتحەی لەسەر کەواتە ئەگەر بڵێن بە فەتحە دەیناسینەوە ئەوە نەماتانی بە فەتحەکە دیاری بکەین بەڵام چی باسمان کرد تەماشای وەزنەکەی دەکەین بە وەزنەکەی دەبی بیناسینەوە کەواتە کامیان هەوا گوتمان تازە وەکو حەلمان کرد اتقاء المفعول لأجل مصدر منصوب يذكر لبيان سبب وقوع الفعل سبب وقوع الفعل أو بيناسكيا احتراما مفعول لأجله كما صار استيدا هر صاريان احترامي تدا بلام كما دبيت مفعول لأجله أقف احتراما للمدرس أحترم المدرس احتراما أولا دبيت مفعول مطلق لبروي دوباره بيتو احترم احتراما أنت أكثر احتراما منه أول كانت موضوعك ما خنديا اسم تفضيل لبروي احترم لسه حرف زيادة البوا يقل شرط كان لدزدا لبره وتشوتمان أكثر وأشد دادنين أكثر ليرد عندها احترام للمدير لسان دوباره بيتو كواتا كامان هوا أقف احتراما للمدرس أنت تهاجر بحثا عن ذاتها ما تحته خط مفعول به مفعول لأجله تمييز مفعول مطلق أجر مفعول مطلق بعد با فعلك لبيش خوي بقى أجر تمييز بقى أما تنها لتسان شوينك تمييز معناه لدو لو كتابة لدو شوين هي لدواي يكتشان لدواي صفة مشبهة أجر منصوب بكلمة كادرين تمييزة عفوا أو دو مش لدواي وشيء أكثر يعني أشد حندبيت التمييز كواتا تمييزيش نيا مفعول به يعني مفعول لأجله بزانا فتحي لسره لدواي جار ومجرور هاتيا كاتب آساني حلمان كير كتاب يعني خوشيز عليه رجدا هات نكوتاي أو درسيا إن شاء الله سوري لي دبينن